لو بتدوروا على مكان شيك وهادي وكواليتي الأكل بتاعته عالية عشان تفطروا فيه، مش هتلاقوا أشيك وأحلى من كده. المكان ده بجد اكتشاف. حسيت كأني بفطر في قصر من قصور ديزني، وداني في عالم تاني خالص. أول ما تدخل هتلاقي ورود وزرع وديكور شيك قوي. المكان بجد تحفة فنية في كل حاجة. بدأت بالكركديه وبعد كده شوربة العدس وكمان جربت لسان العصفور. عندهم 4 أطباق رئيسية وهي كريزي ستيك وجريلد تشيكن، بيف مالينيز وكاتسو مالينيز. كاتسو مالينيز دي قطعة اسكالوب كريسبي قوي من بره وبينزل معاها ليمون كريم صوص بيودي الطعم في حتة تانية. الجريلد تشيكن دي بينزل معاها البراون صوص وده بيبقى صوص المشروم وطعمها برضو عجبني قوي. ده بقى البيف مالينيز وبيبقى كريسبي والتوبينج اللي عليه موتزاريلا. ده بقى الكريزي ستيك بينزل عليه مشروم صوص وبيبقى طعمه حلو قوي وبيجي معاه فرايز. جماعة اوعى يفوتكوا الابيتايزر بتاعهم والسالادز، بجد حلوين قوي قوي قوي، ما يفوتكوش. من جمال وروقان المكان انا تقريبا قضيت اليوم بتاعي هناك. خلصت فطار وطلعت بره شربت الشاي واتفرجت على المسلسل. كمان عرفت انهم بيعملوا سحور رمضان هناك والفايبس بتاعتهم كانت حلوة قوي، متأكدة انكم هتتبسطوا.